بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بناتي أخواتي صديقاتي متابعي قناة عالم سمسمة للكروشيه وتيركم، أهلا بيكم. إن شاء الله النهاردة هنعمل حاجة جديدة. هو هو عمل ينفع يتعمل كذا حاجة. ممكن يتعمل بونشو، ده أنا عاملاه أساسا، في الأساس عاملاه بونشو لطفلة صغيرة. من الشكل بتاعه كمان ينفع ان هو يكون جيبة. ممكن يتعمل برضو بونشو لأنسات أو سيدات كبار. ممكن يتعمل فستان، ممكن يتعمل بلوزة، بس طبعا بدون التزايد اللي بيحصل عندنا دهوت. الغرزة دي عبارة عن تكرار لسطرين اتنين فقط، مفيش غيرهم. فعشان كده الغرزة سهلة جدا وما فيهاش أي يعني ما فيش فيها اي تعقيد، بالعكس سهلة جدا 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 وسريعة في نفس الوقت. اول حاجة عايزين نعرفها عن الغرزة. الغرزة دي عدد يقبل القسمة على 9، بشرط ان هو يكون عدد زوجي. يعني مثلا 90، او مثلا على حسب ما انتي بتعملي ال90. لما هتقسميهم على 9 هيديلك 10. شوفي تاني، لو مثلا 72 غرزة هتقسميهم على 9 هيديلك 8، وهكذا. فانتي لما يكون عدد زوجي ليه، انا هعمل عدد زوجي ليه؟ ده بالنسبة للبونشو. طبعا بالنسبة للجيبة مش مشكلة قوي يعني، لكن بالنسبة للبونشو ليه؟ لان انا هقسمه على 2، عشان انا عايزة اعمل هنا اسورة، وفي الناحية التانية كمان اسورة، وغير الكابوشون اللي من فوق. فلما هعمله عدد فردي هيطلع عدد القسم خارج القسم عدد فردي، مش هيديني التماثل اللي انا عايزاه. يعني هنا شوف، ادي 1 2 3 4 5. نفس الكلام من الخلف، هلاقي عندي 1 2 3. نفس الكلام من الخلف، هلاقي عندي ادي 1 ادي 2 ادي 3 4 ادي 5. فبيبقى في عندي تماثل، او زي ما نقول مراية. فعشان كده انا بقول لو انت هتعمليه بونشو، يبقى خارج القسمة يكون عدد يقبل القسمة على آه على 9، ويكون خارج القسمة عندي عدد زوجي. تمام. طب احنا هنعمل بقى ايه الغرزة دي؟ هنعملها ازاي؟ نعمل حلقة البداية. هنعمل مجموعة من السلاسل بحيث ان هو يقبل الاسم على 9، او مش هيقبل الاسم على 9. انا هبقى مثلا محتاجة ان انا يكون عندي غرز للبورصل او اعمدة للبورصل بتاعي عشان وانا بشتغل. انا اول سطر عندي هعمله كله اعمدة. هسيب ادي 1 2، وفي الغرزة التالتة هعمل عمود بلفة. السطر الاولاني كله هيكون اعمدة بلفة، مش هعمل فيه اي حاجة. وهنيجي عشان نشوف هنبتدي غرزتنا ازاي ان شاء الله. حابة بس هنا اقول لكم على حاجة. لو انت هتعمليه دائري زي ما انا عاملاه هنا كده، فانت هتبقي حريصة على ان عدد الغرز اللي هيكون موجود هنا وهتقفليه يعمل لك الشكل ده هو اللي انا عاملاه. يعني مثلا هنا انا عاملة، احنا قلنا ان عدد الغرز يقبل القسمة على 9، بحيث انه يكون عدد زوجي. لو انت هتعمليه مفتوح هيبقى عدد الغرز هيقبل القسمة على 9، لو انت مش محتاجة ان هو يكون عدد زوجي، زائد 2، او 18 زائد 2 لو انت حابة ان هو يكون عدد زوجي. فخدي بالك ان انت بتزودي عمودين بعد يعني بنشتغل احنا عمودين، ان احنا بنشتغل الوحده وبعدين نشتغل عمودين تانيين. لو انت مش هتكملي الشغل بتاعك دائري، يبقى انت لازم تكوني حريصه اما ان انت تزودي عمود او 2 بعد ما بتعدي التسعة بتوعك.
هنا لما جيت انا عملت، انا هعمل مرد عشان خاطر طبعا لما يجي الطفل او الطفلة تلبسه ما يكونش مضايقها. انا عملت هنا كام، عملت 6 وتحت هنا عملت 7. خدوا بالكم ان هو في العمودين دولت اللي هم تابعين لل العمودين دول تابعين للرسمة اللي عندي، للوحدة اللي عندي. اتفضل، هنا عندي كام عمود؟ اللي هم ال5 أعمدة دولت اللي موجودين عندي. تمام. يبقى هنا أول وحدة عندي ادي، التاني 2 هنا، 2 هنا عمودين جنب منهم 4 أعمدة، والعمود والوحدة هنا من الناحية التانية برضو ادي الاتنين العمودين بتوعها، وهنا 4، هنا 4 وهنا 4. يبقى ادي العمودين بتوع الوحدة اللي انا بعملها، وادي العمودين بتوع الوحدة التانية اللي انا بعملها. خدوا بالكم هنا دي انا عشان خاطر مفتوح، فدي كانت العمودين بتوعها لوحديها، ودول كانوا العمودين بتوعها لوحديها. وبعدين لما هيجي يحصل التزايد هبقى انا بتزايد في مع الايه الاتنين دولت، ودولت اللي هم بتوع المرد بيفضلوا زي ما هما، انا ما بعملش فيهم اي تزايد، اللي هما بيبقوا كام؟ 4، 1 2 3 4. ايوه 4 مش 5 يا جماعة، انا اسفة. فهنا عشان انا بس اختلط عليا العد، فهنا ادي العمودين بتوع الوحدة والاربعة اعمدة. فانا لما ابتديت عدد يقبل القسمة على 9. طبعا دولت انا كنت عاملة حسابي ان هما دولت لما هيجمعوا مع بعضيهم هيدولي الوحدة اللي تحت دي. شايفين؟ يعني هنا ما هيبقى هنا 4 وهنا 4 هيبقوا 8. انا ببقى محتاجة، فممكن احط عمود عليهم. يعني انا محتاجة 7 اعمدة عشان اعمل فيهم ايه، او 7 غرز عشان اعمل عليهم الوحدة دهيت. تمام. هنيجي نبتدي نشوف الوحدة دي انا هعملها ازاي بقى. لو انا هعمل الوحدة لوحديها مفتوحة، مش دائرية، هعمل عدد الغرز يقبل القسمة على 9 او على 18 زائد 2، اضافة طبعا الى العمود بتاع البرسل. طبعا احنا عارفين ادي ده عمود البرسل، انا بعمله ازاي؟ انا ما بعملوش سلاسل، انا بعمله اللي هو بالطريقة بتاعتي دهيت. وادي عمود تاني. هعمل ايه بقى؟ البداية الغرزة بتاعتي، خليني اعمل كده عمود اهو، يبقى هو ده. يبقى انا كده عملت ادي هنا عندي عمودين، هعمل 4 سلسلة. ادي 1، ادي 2، ادي 3. هو اول سطر هيبقى مختلف شوية عشان انا لسه ما ابتديتش تزايد، فهنعمل 3. هسيب 2، هسيب غرزتين، وفي العمود التالت هعمل غرزة حشو. هعمل 2 سلسلة، هسيب عمود واخش في العمود اللي بعده. 3 سلسلة، 1 2 3. هسيب عمودين، وفي العمود التالت هعمل فيه ادي عمود، وفوق العمود اللي بعديه هعمل عمود تاني، يبقى دي كده عمودين. عفوا. 3 سلسلة، 1 2 3. هسيب عمودين، وفي التالت هعمل غرزة حشو. 2 سلسلة، هسيب عمود، وبعدين هعمل في العمود اللي بعده غرزة حشو. 3 سلسلة، 1 2 3. هسيب عمودين، وفي التالت هعمل غرزة عمود، وفي فوق العمود والعمود اللي بعده هعمل فوق منه عمود تاني. 3 سلسلة، 2 3. هسيب عمودين، وهعمل غرزة حشو، سلسلة،
هسيب عمودين وهعمل غرزة حشو هنا فوق العمود ده، وفوق مجموعة السلاسل اللي انا كنت سايباها من الاول هعمل فوق منها كمان عمود. ده هنعتبره ان هو زي ما نقول ظهر الشغل عندي. هلف الشغل بتاعي ادي عمود هنا، هاجي اعمل ايه، هعمل 3 سلسلة، هخش هنا في القوس الاولاني ده واروح عاملة غرزة حشو، هاجي هنا هاجي في الفراغ بتاع ال2 سلسلة وهعمل 6 عمود بلفة، ادي 1 ادي 2 3 4 ادي 5 ادي 6. هعمل غرزة حشو في القوس المكون من 3 سلسلة، هعمل 3 سلسلة 1 2 3 وهعمل هنا هوت اول تزايد عندي. احنا هنا كان المفروض نعمل تزايد، معلش انا اسفة، يعني ممكن نعمله السطر الجاي مش مشكلة. انا هعمل هنا التزايد. بعمل التزايد ازاي بقى؟ انا هاجي هنا هعمل ادي اول عمود زي ما انا بعمل، هاجي هاخد لفة على الابرة واخش بين العمودين دولت وهعمل عمود كمان هنا. انا مش هعمل العمودين في نفس المكان، يعني هو عمود واحد بس في كل مكان. هخش فيه فوق العمود التاني وهعمل ادي عمود كمان بلفة، 3 سلسلة 1 2 3. هعمل غرزة حشو وهعمل برضو في القوس اللي موجود عندي المكون من 2 سلسلة هعمل 6 عمود بلفة، 1 ادي 6 غرزة حشو في القوس بتاع 3 سلسلة 3 سلسلة. هعمل برضو هنا تزايد، ادي 1 ادي هنا بين العمودين هعمل عمود، يبقى الاتنين عندي بقوا كام 3، وهكذا هفضل كده لحد ما اكمل لاخر السطر. كده تاني سطر خلص. انا هبتدي اعمل السطر التالت. السطر التالت انا مش هعمل فيه تزايد، يبقى انا بعمل تزايد في سطر وسطر لا. ده ليه بقى؟ لان انا اساسا مش بادية بعدد غرز كتير، فعشان يدي وسع شوية معقول. يعني لو انت بادية بعدد غرز كتير ومش عايزاه يبقى واسع قوي، ممكن تعملي التزايد بتاعك مثلا كل 3 سطور او كل 4 سطور. انا هنا عملت كل سطرين عشان يعني كنت انا بادية بعدد غرز اساسا قليل، فعشان يدي وسع شوية من تحت لما اجي اعمل الاسورة يبقى برضو في حرية حركة للطفلة. فعشان كده ابتديت اعمل تزايد في سطر وسطر ما بعملش فيه تزايد. السطر التاني انا عملت التزايد بتاعي في السطر هو اللي فات. السطر ده مش هعمل فيه تزايد. خدوا بالكم طبعا ان احنا بنشتغل الاعمده بتاعتنا اللي هي الاعمده المتداخله في بعضيها عشان خاطر تقل. طبعا ده اذا كان بونشو مش هيبقى تقيل قوي، لكن لو انت عاملاه جيبه هتلاقيه يتقل معاكي، وبالتالي لما يجي يتلبس بيروح ساحب لتحت، ويبتدي الفتحات بتاعت الخرم دهيت، دي الفجوات دي تبتدي تظهر عندك. انا عشان اتجنبها فبعمل بعمل الأعمدة المتداخلة اللي أنا بعملها دهيت
وادي العمود نمرة 3. انا ده لما بيبقى الظهر بعمل العمود تحت. لو احنا خدنا بالنا هنلاقي دي هنا عندي فرع فوق اهو وفي فرع تحت. انا بخش في الفرع اللي تحت ده اللي هو بيبقى مرادف ليه، اللي هي السبعة اللي في الناحية التانية، اللي هي بتبقى بتاعة القفلة التانية بتاعة العمود. ودي انا طبعا انا عملت فيديو، طبعا انا كنت عاملة فيديو ليها، يعني لو حابين هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف لو حابين ان انتوا ترجعوا. هعمل ايه بقى هنا تاني؟ هاخد هنا المرة دي مش هعمل 3، انا كنت عاملة هنا تحت 3 عشان خاطر كانت قريبة. فانا هعمل ايه هنا فوق؟ انا هعمل ادي 1 2 3 ادي 4. هعد ادي 1 2 وهخش بعد العمود التاني هعمل غرزة حشو، هعمل قوس مكون من 2 سلسلة، هعدي 2 عمود وهخش بين العمود الرابع والخامس وهعمل غرزة حشو، وبعدين هعمل 4 سلسلة، 1 2 3 4. خدوا بالكم ان انا بعمل 4 سلسلة هنا عشان خاطر ادي راحة للشغل بتاعي، بحيث ان الشغل بتاعي ما يبقاش مشدود. لفة على الابرة وهعمل الأعمدة بتاعتي اللي هي المتداخلة دي، عشان خاطر زي ما قلت ان انا ما بحبش اشوف في المنظر الفجوات اللي بيبقى في الأعمدة دهيت، بيبقى مستفز شوية بالنسبة لي انا. لو انت مش حابة تعملي كده وحابة ان انت تخشي هنا تحت فرعين السلسلة دول مباشرة براحتك، بس انا بنصح ان انت تعملي دي، تشتغلي بالشكل ده، علشان ده بيساعدك ان انت يعني لو حصل شد هنا، شايفين لما بشد هنا ما بيحصلش حاجة، الأعمدة هنا ورا بعضيها بتفضل متماسكة مع بعضيها ومتداخلة مع بعض، فما بتحصلش فيه عندك فجوات. فدي هنا، وهاجي هنا برضو بعد تحت الفرع. شوفي ادي في عندي فرعين، ادي الفرع بتاع السلسلة فوق وادي الفرع التاني اهو اللي تحت، فبخش تحت منه، وهو نفسه الناحية في الناحية المقابلة بيكون بتاع فتحة الفي اللي شايفين، اللي هي بتاعة السلسلة اللي انا بتاعة القفلة بتاعة العمود التاني. اطلع من هنا وهعمل، وهكذا هكمل بقية السطر. خلصنا السطر التالت. السطر لو انتوا خدتوا بالكم هتلاقوا ان السطر التالت هو نفسه كان السطر الاولاني. طب احنا هنعمل السطر الرابع وهنكتفي بكده عشان هو ده كله تكرار بعد كده، بس عشان خاطر ادي ادي غرزة اللي هي بتاعة الحرف. انا هاجي هنا طبعا السطر اللي فات انا ما عملتش فيه تزايد، كنت بس شغالة على السطر اللي بعديه، لكن هنا انا هعمل تزايد. المفروض ان ده العمود اللي كان الاولاني، ده العمود التاني، ده العمود اللي في النص. هنا لما هاجي اشتغل هعمل التزايد. انا هنا عملت التزايد بين العمودين عشان خاطر مش كنتش عايزة اعمل التزايد في العمود ده ولا التزايد في العمود ده، انا مش عايزة اعمل فيهم تزايد اللي هي الاعمدة اللي على الحروف. هنا العمود اللي في المنتصف ده انا هبتدي هعمل فيه هو نفسه تزايد، فهعمل فيه غرزتين عمود، او هعمل فيه عمودين برضو تحت الفرع التاني ده. ادي 1 ادي 2، لفة على الابرة وهخش في الايه التاني ده، هعمل 3 سلسلة. خدوا بالكم ان السطر ده انا عملت فيه 4 سلسلة عشان هنا دي المسافة دي كده طويلة، اقدر اعرف اخش ويبقى الشغل بتاعي مرتاح. هعمل 3 سلسلة اسفة، ادي 3، هعمل غرزة حشو وهرجع اعمل 6 سلسلة، 6 عمود بلفة في القوس المكون من 2 سلسلة. هعمل غرزة حشو في القوس بتاع اللي هو من 4 سلسلة، وبعدين هرجع اعمل 3 سلسلة تاني عشان اقدر اطلع اشتغل الاعمدة اللي فوق دي وانا مرتاحة. ادي 1
انا هنا هعمل التزايد في العمود اللي في المنتصف. العمود الوحيد اللي بشتغل فيه 2 هو العمود اللي بيبقى فيه المنتصف. لو انا ما عندي عدد زوجي، عدد الاعمدة عدد زوجي، ما بعملش في اي عمود فيهم، بعمل فيه بين العمودين. وادي، وهرجع اعمل 3 سلسلة تاني، غرزة حشو، وهكمل بقى شغلي. هنلاقي كده ان احنا بس الفرق الوحيد اللي بيبقى عندي في عملية التزايد، لكن الغرزة زي ما هي اهي بتتكرر، سطرين بيتكرروا. ادي اول سطر، ادي تاني سطر، تالت سطر تكرار للسطر الاول، رابع سطر تكرار للسطر التاني، وهكذا هيكون كده الحال لبقية الشغل. طب انا دلوقتي عايزة اقفل هكمل طب السطر ونيجي عشان خاطر نشوف احنا هنقفل السطر بتاعنا ازاي. انا فضلت طبعا اشتغل واعمل التزايد بتاعي، والاربعة اعمدة بتوع المرد هنا، الاربعة بتوع الاعمدة بتوع المرد هنا ما بقربش ناحيتهم، والتزايد بيعملوا عادي في العمودين اللي هم قبل منهم. اما اجي اقفل بقى المرد دهوت، سواء كنت هعمل جيبة في الجنب هعمل لها سوست او هعمل لها زراير، او كنت هعمل بونشو زي ده هو كده، اما هاجي هقفل فيه السطر اللي هو بعمل فيه الاقواس دي، اللي هي مش الاعمدة، لا السطر اللي انا بعمل فيه الاقواس. بعمل ايه؟ بشبك خيط تاني وبروح عاملة هنا السطور بتاعت بعمل مثلا 6 سطور او 5 سطور زي ما انتي حاسة ان انتي محتاجة، وبعدين بروح جاية واروح قافلاهم الاتنين كده على بعض، اروح قافلة الاتنين كده على بعض، واروح جاية بنفس الخيط اللي انا كنت شغالة بيه بتاع من تحت هنا، اروح جاية واروح شبكة بقى مع كل عمود من دولت غرزة حشو من دول، بحيث ان هي تبقى مقفولة كده على بعضيها اهيت. وعدد الاعمدة طبعا مش هيتغير، مش هيتأثر، هيفضل زي ما هو. هاجي بقى اعمل ايه تاني؟ انا كنت هنا عدد الاعمدة بتاعة السطر اللي ده، انا مش السطر ده مش هو اللي بعمل فيه تزايد، انا بعمل التزايد في السطر اللي انا بعمل فيه اللي هو الأعمدة دهيت. فده أنا مش السطر ده أنا مش بعمل فيه تزايد، فبعد 1 2 3 4. أنا عندي هنا 5، هنا برضه هعد 1 2 3 4 5. تمام. وهيتفضل هنا برضه عندي ال4 زي ما هما دولت، وهلاقي هنا برضه لما أعد 5 2 4 5 هلاقي هنا برضه عندي نفس الكلام، الأعمدة هنا دي اللي عندي. فباجي بروح عاملة ايه؟ هروح برضه شغلة 3 سلسلة، هسيب عمودين، هشتغل 3 سلسلة، هسيب عمودين، اعمل غرزة حشو، وبعدين هسيب عمود، اعمل 2 سلسلة واسيب عمود واعمل غرزة حشو بعد منه، وبعدين اعمل 3 سلسلة واسيب عمودين، واعمل بقى ايه، اكمل بقية الشغل بتاعي عندي. وبعد كده كل الشغل بقى هيبقى داير كله على الوش، مش هيبقى فيه وش ولا ظهر فيه. فبس لازم تبقوا حريصين على ان الفسطونات دي تبقى بتتعمل على الوش، لان شايفين في فرق بين هنا لادي الوش، وشوفوا ظهرها عامل ازاي، بيبقى الظهر بتاعها مش بجمال الوجه بتاعها. تمام. فعشان كده هناخد بالنا كويس قوي ان الوجه بتاع الشغل يكون على الفسطونات. هتفضلي تشتغلي بقى كده وتعملي التزايد بتاعك، سطر فيه تزايد. انا عن نفسي ده اللي انا شفته، او ده اللي كان مناسب للبونشو اللي انا بعمله، بسطر فيه تزايد اهو، ادي سطر فيه تزايد، السطر اللي بعديه مفيش تزايد، لكن الغرزة دي العمود ده هو اللي في المنتصف عندي، يعني بحيث هنا في هنا 4 وفي هنا 4، وده
العمود اللي ايه المفرد اللي عندي. فالعمود لما بيبقى عمود عندي مفرد بروح عامله ايه في 2 عمود. هاجي اعمل بعد كده لما جيت اشتغلت هيبقى عندي هنا 2 4 5 وهنا 2 4 5. فده هنا عدد الاعمده اللي هنا هو نفسه عدد الاعمده اللي هنا. واروح جايه اروح عامله عمود في المنتصف هنا اللي بزوده. فقلنا العمود المفرد اللي بيبقى في المنتصف هو ده اللي انا بفضل مستمرة عليه. التزايد بيبقى فيه. فمرة بعمله بين عمودين لما بيبقى عدد الأعمدة اللي موجودة هنا عندي عدد زوجي. فبعمله في المنتصف بين الأعمدة. لما بيكون عدد الأعمدة عندي فردي فبعمله التزايد في العمود نفسه. بفضل كده لحد الطول اللي أنا محتاجاه طبعا. وبعد كده هنيجي عشان خاطر نشوف بقى احنا هنبتدي نعمل الاساور بتاعتنا ازاي اللي هي هتحدد لنا بقى. يعني هو كده ده اللي يشوفه يقول ده جيبة. الشكل بتاع البونشو كده. اي حد هيشوفه هيقول ده جيبة. ده شكل الجيبة مش شكل بونشو. تمام. فاحنا عايزين بقى نديله الشخصية بتاعته. فهنبتدي نشوف الحاجات اللي احنا هنبتدي نعملها ان شاء الله عشان نبتدي نديله الشخصية بتاعته ان هو بونشو مش جيبة. انا هنا عملت غرزة حشو داير البونشو اللي موجود عندي. انا عملت غرزة حشو على داير الشغل. وطبعا انا عشان زي ما قلنا ان انا لما بكون بعمل غرزة الحشو بتاعتي اللي هي بتبقى على الحرف ما بعملهاش بنفس الابرة اللي انا بشتغل بيها. لا ده انا بعملها بابرة اتخن شوية عشان تبقى هشة كده وتاخد نفس الايه نفس الشكل بتاع الشغل اللي قبل منها. طبعا عايزة بقى اعمل اساور. انا هعمل مثلا الاساور في المنطقة دي. هاخد مثلا هنا 4 أعمدة من هنا مع 4 أعمدة من هنا كده. وهعمل هنا الايه الأساور في المنطقة دي كده. هعمل بقى الأساور بتاعتي بقى ازاي. هناخد مثلا هنيجي هنا هبتدي من هنا كده. خدوا بالكم انا هعمل غرزة البليسيه بتاعتي. انا هخش في اول غرزة حشو هنا عندي. هسحب الخيط بتاعي. عارفين ان انا طبعا بربط الخيط بتاعي ما بسيبهوش كده. هعمل الاسورة مثلا حوالي مثلا 6 غرز. نقول هنعمل 6 غرز. خدوا بالكم بقى انا هعمل بغرزة منزلقة خلفية. الغرزة المنزلقة الخلفية دي يبقى انا محتاجة ابرة مش رفيعة. انا ببقى محتاجة ابرة تخينة عشان خاطر ادي كده 2 4 ادي 5 6. نقول مثلا 7 اللي هي 8 غرز. هعمل غرزة منزلقة خلفية. هعملها ازاي. اول حاجة طبعا انا مش هعمل غرزة مش هنعمل لها بقى ايه مش زي غرزة الحشو دي يعني. فمش محتاجة ارتفاع. فبعملها على طول فما بسيبش غرزة سلسلة في الاول. شايفين ادي نفس اللي انا بعمله في غرزة الحشو بعمله في هنا. يعني ادي دي اول سلسلة اهي. دي اول سلسلة. دي اول سلسلة بعد البكلة اللي هي بتاعت اللي على الإبرة. هاجي بعمل فيها ايه. هاجي اجيب الخيط من تحت واعديه من قدامها واروح جاية واروح داخلة في نفس الغرزة واروح جاية وسحباها كده واطلع اعملها غرزة منزلقة. اخش في الغرزة اللي بعديها. ممكن تعمليها غرزة حشو خلفية. تعملي البورصل بغرزة حشو خلفية او تعمليها باللي هي الغرزة المنزلقة الخلفية دي. شايفين
انا لسه ما نزلتش الحقيقه في الفيديو التعليمي، لان انا عامله شغل بالغرزه المنزلقه الخلفيه. شكله جميل جدا، عامله كل شال بيه. ادي، فبتبقي الغرزه المنزلقه الخلفيه حاولي تستخدمي فيها اللي هو الابره، ابره تخينه. الغرزه المنزلقه احنا بخش في الابره الفتله اللي ورا بتاعت السلسله، وبطلع منها ببكله. لا انا اسفه، دي انا عملت فيها. اخش في الغرزة اللي بعدها في الفرع الخلفي، واطلع ببكلة، واخش اعمل ايه، اسحب الغرزة على طول، السلسلة على طول في الحلقة اللي عندي. اخش في الحلقة التانية اللي بعديها او السلسلة اللي بعديها في الفرع اللي ورا الخلفي، واروح مخرجاها من البكلة اللي عندي. اخش هنا برضو كده، واروح مخرجاها. اخش هنا في اخر سلسلة عندي، لفة على الإبرة، واروح مخرجاها من البكلة اللي عندي على الحرف. هخش فين؟ انا كنت ادي بادية هنا بهنا، هخش هنا في غرزة، واعمل غرزة الحشو اللي بعديها، واعمل غرزة منزلقة. اخش في، يبقى انا كده قفلت السطر. فاخش بقى اعمل السطر، عايزه اعمل سطر جديد، فاخش في غرزة الحشو اللي بعديها، وهعمل غرزة منزلقة برضو. هقلب الشغل بتاعي بقى كده، وهاخد برضو الفتلة معايا، اخليها بعد ما كانت ورا، هخليها ارجعها قدام، اطلعها قدام، وبعدين ارجع ايه، ارجعها ورا تاني خلفي. اروح داخله في الفرع الخلفي بتاع السلسله. معلش عشان انا بستخدم خيط مش مجدول. اروح داخله هنا فيه، اطلع ببكله، واروح مخرجاها من البكله اللي عندي. السلسله اللي بعدها اخش برضو في الفرع الخلفي، لفه على الابره، اطلع ببكلة، اخرجها من الغرزة اللي بعديها، وهفضل كده لحد اخر السطر ان شاء الله. حابة بس الفت نظركم لحاجة، ان احنا هنا واحنا بنعمل غرزة الحشو اللي هي في السطر الاخير، شايفين غرزة الحشو اللي موجودة في اللي احنا بنعملها في السطر الاخير، انا بشتغل فوق كل عمود من دولت غرزة حشو، وفوق غرزة الحشو اللي قبل منه غرزة الحشو اللي بعد منه بشتغل غرزة حشو. لكن التلاتة سلسلة اللي موجودين هنا انا ما بشتغلش غير في 2 سلسلة بس، اللي هي السلسلة اللي جنب العمود ده، والسلسلة اللي جنبيها. السلسلة نمرة 3 اللي هي بتبقى جنب غرزة الحشو دي انا ما بشتغلش فيها، سواء كان من هنا او من هنا. يعني انا لما، يعني انتوا تلاقوا هنا اهوت مثلا انا كنت عاملة 3 سلسلة، بس لما جيت اشتغلت أنا هنا 2 بس غرزة حشو. وادي غرزة الحشو اللي فوق غرزة الحشو، وادي غرزة الحشو اللي فوق الست أعمدة، وغرزة الحشو اللي فوق غرزة الحشو. السلسلة اللي بعد منها مفيش غرزة حشو، لكن في السلسلتين اللي بعد كده نحس انها مدفوسة شوية هنا في الجنب ده، عشان كده انا ما عملتهاش. انا بعمل بس في الاتنين اللي بعد كده، وغرز حشو فوق الأعمدة التانية دي كلها. خليني اعمل لكم الغرزة اللي هي العكسية، غرزة المنزلقة الخلفية على اللون ده عشان واضح اكتر، والخيط اتخن شوية، فممكن يبقى ايه ظاهر عن الخيط التاني. برضو انا هنا كده غرزة السلسلة دي انا مش هشتغل فيها اهي، شايفينها تحسوا انها ايه لازقة قوي في غرزة الحشو، مش هشتغل فيها، هشتغل في الغرزة اللي بعديها، وهشتغل في السلسلة اللي جنب الأعمدة بتاعتي، وهشتغل فوق كل عمود غرزة حشو. السلسلة اللي بعد منه بعد العمود بعمل فيها غرزة حشو،
السلسلة اللي بعد العمود بعمل فيها اللي بعديها، اسفة، بعمل غرزة حشو. ما بعملش في السلسلة دي، بعمل في غرزة الحشو اللي هي بعديها مباشرة، وبعمل فوق الأعمدة بتوع الفستونة او المروحة اللي انا عاملاها دي، فبعمل فوق منها كمان غرزة حشو. ادخل الفتلة عندي في غرزة الحشو وهسحبها، هربطها طبعا، هاجي بقى هنا اخش غرزة الحشو هنا دي، وهعمل 5 سلسلة 6 سلسلة على حسب طول الاسورة اللي انتي محتاجاها، 3 4 ادي 5 مثلا. خلاص هجيب الفتلة هلفها كده، شايفين انا حريصة على ان ايه تبقى المنظر قدام مني اهو، عشان خاطر ايه منساش غرزة. هخش في اول غرزة السلسلة هنا عندي انا عاملاها، وهطلع ببكلة كده، وهروح داخلة في ادي السلسلة البكلة الحلقة اللي موجودة عندي على الابرة. اخش هنا واطلع في حلقة، الحلقة دي اروح مخرجاها من الحلقة اللي على الابرة، وهكذا. عندي كام غرزة انا عاملاهم؟ عاملة 5 غرز. خدوا بالكم ان انتوا لازم تعدوا الغرز كل سطر تقريبا، عشان خاطر ما يحصلش عندكم ان انتوا في سطر، لان الغرز بتبقى مش واضحة قوي، فممكن ايه تسقط منكم حاجة. ادي 2 ادي 4 ادي 5، ادي هاجي اروح شبكاها في غرزة الحشو اللي بعديها، واعمل غرزة منزلقة. هخش في غرزة الحشو اللي بعديها عشان اتنقل للسطر اللي بعد كده، وهعمل غرزة منزلقة. هاجي اعمل ايه تاني؟ هلف بقى الشغل بتاعي. ادي الابرة اهي، نفس الحكاية. ادي الفتلة اهي، انا بلف الفتلة كده ليه معايا؟ قلنا ازاي؟ عشان خاطر اظهر الغرزة ما تبقاش مدفوسة، وفي نفس الوقت ما زودش غرزة السلسلة على الحرف. انا عندي كام؟ ادي هنا دي، ادي 1 2 3 4 ادي 5. خدوا بالكم ان في غرز اللي هي الغرز اللي هي بتاعه دي مش في العد، دي اللي هي الغرزة اللي دخلنا بيها في الغرزة، غرزة الحشو اللي موجودة عندي. فخدوا بالكم من النقطة دي. فبعد ادي 1 ادي غرزة، دي غرزة يا بنات، دي غرزة، ادي 2 ادي 3 4 5. فانا هخش هنا، شايفين؟ هخش في الفرع الخلفي بتاع السلسلة، هسحب ادي الابرة بتاع الخيط بتاعي، لفة على الابرة، وهطلع وهخش في الحلقة اللي عندي دهيت. هخش في الفرع الخلفي، معلش اول سطر بس اللي هيبقى صعب شويه. هخش في الفرع الخلفي بتاع السلسله، لفه على الابره، وهطلع ببكله. البكله دي هزحلقها او هخرجها من البكله اللي على الحبل اللي على الابره، لفه، وهطلع بحلقه. الحلقه دي برضو اخرجها من نفس المكان، من على الابره قصدي، لفه وهطلع بحلقة اطلع بيها من هنا. نيجي بقى لاخر غرزة اهي، شايفين؟ انا ما كنتش حطيت الفتلة اللي الغرزة دي ما كانتش هتبان. ادي اخر حلقة اهي عندي، لفة على الابرة وهطلع وهخش هنا عندي. يبقى كده انا قفلت ايه ده 5 غرز. هلف الشغل بتاعي، الفتلة في ايدي معايا اهي، المفروض ان انا هلفها حوالين البتاع. ادي اول سلسلة عندي هتقابلني، خدوا بالكم اهي، شايفين؟ فدي اول سلسلة هي موجودة عندي اهي، دي اروح مدخلة في الفرع الخلفي بتاعها، واروح واخدة لفة على الابرة، واطلع بحلقة. الحلقة دي اروح مخرجاها من، لو احنا لاحظنا ان عشان خاطر انا ما باخدش السلسلة بتاعت الدوران دي، انا بلاقي الخط ده سليم او مستقيم، ما بيبقاش في حاجات بارزة منه. وهتبقى هنا برضو دي اهي
ادي الفرع الخلفي، اخش كده وادي غرزة منزلقة اهو. البليسيه بتاع الغرزة المنزلقة ده بصراحة بيبقى اقرب حاجة للبليسيه التريكو، عكس الغرزة الحشو الخلفية، او غرزة العمود، اللي هي العمود اللي بيبقى خلفي وعمود امامي. هنا برضو ادي الغرزة الخامسة، اخش هنا نعد احنا ادي 1 2 3 4، هي دي الغرزة نمرة 5 اهي. هخش في الفرع الخلفي، لحظة عشان خاطر اخش في الفرع الخلفي، لف على الابرة، هخرج منها وبعدين ادي هخرج بالحلقة من هنا. خلاص كده انا خلصت السطر ده كمان. اروح، انا كنت انا خارجه من الغرزه الحشو دي، اروح داخله غرزه الحشو دي واروح عامله غرزه منزلقه هنا. تمام. اخش اللي بعديها غرزه الحشو اللي بعديها واعمل غرزه منزلقه. هلف الخيط بتاعي. نلاحظ انا عندي هنا 2 اهم، غرزتين انا ماليش دعوه بيهم دولت، انا ماليش دعوه بالاتنين دول، انا هخش في الغرزه دهيت. فبلف الابره كده، الفتله حوالين الابره كده عشان ارجعها ورا الابره، وهخش في الفرع ده، الفرع الخلفي بتاع السلسله، وادي لفه على الابره وبطلع. ادي الحلقه، ادي اول غرزه، ادي تاني غرزه، ادي تالت غرزه، الرابعه، ادي الخامسة. حطت الفتلة تحت الخيط، الغرزة هو اللي بيظهرها عندي. فشايفين ادي البليسيه اللي بيبقى معمول بالغرزة المنزلقة الخلفية. انا كده خلصت الاسورة الاولانية، شايفين دي كده الاسورة الاولانية خلصت. بس لما جيت انا عملتها، على فكرة انا كنت بادية ب2، حسيت ان هي ضيقة فرجعت عملتها على 6 أعمدة. نفس الكلام هعمله في الاسورة التانية. وهنيجي نشوف احنا ازاي هنقفل الاسورة دي كده من هنا ان شاء الله. انا كده وصلت لاخر سطر عندي في الاسورة. الاسورة لما هاجي هعملها، هعمل السطر الاخير ده، هو السطر الاخير ده لما هوصل لهنا اهوت. فهيجي انا عايزه، كان المفروض ان انا هشبكهم الاتنين كده مع بعض. فلو انا شبكتهم الاتنين وهما كده، هوصل الفتلة اللي هي بتاعت النهاية هتكون موجودة في حرف الاسورة. انا الفتلة دي مش عايزاها هنا، انا عايزاها في الجنب هنا الناحية التانية علشان اقدر اداريها. فعشان كده انا هشتغل السطر ده عادي، ولما هاجي اقفل الاسورة هقفلها بحيث ان هي بقى يبقوا الاتنين كده مع بعض، وكده يبقى مفيش حاجة هيرتبطوا بيها يعني في الشال نفسه اللي انا عاملاه او البونشو اللي انا عاملاه. هخلص السطر دهوت ونيجي عشان نشوف هنقفلها ازاي ان شاء الله. كده انا وصلت لاخر غرزة هنا. خلاص كده هشبكها بقى مع اول غرزة خالص عندي موجودة في الاسفرة من الناحية التانية. معايا الفتلة بتاعتي، هعملها برضو، هقفلها برضو بغرزة منزلقة. هنيجي بقى من هنا كل غرزة من اللي عندي هنا هشوفها مع الغرزة المقابلة ليها من الناحية من الجنب التاني. لحظة بس عشان خاطر ماخدش واحدة فتلة مش مظبوطة.
هخش مع الفتلة الغرزة الفتلة الغرزة التانية من الناحية التانية، وهعمل غرزة منزلقة. هقفلهم كلهم ال11 غرزة. انا كنت عاملة قبل كده 8، لقيتها صغيرة رحت عملت 11. كنت باجي على 2 وبعدين رجعت لقيت ان 2 هتبقى قليلة فكملت على 6. دي الغرزة السادسة اللي هي كانت هنا، وانا كملت هنا. هنقفل الاسورة كده، وبعدين هنرجع علشان خاطر نشوفها ازاي هنعمل الكابوشون بتاع البونشو. هنبتدي بقى نعمل الكابوشون بتاع البونشو. انا هعمل سلاسل، وهعملها في خط المنتصف هنا، وهعمل على الجنب ده وعلى الجنب ده. في ناس ممكن يبتدوا يعملوا على حوالين الداير بتاع الرقبة من هنا، ويطلعوا بيه لفوق وبعدين يشبكوه مع بعضين. انا مش هعمل كده، انا هعمله هوصله. هبتدي اعمل الحلقة بتاعت البداية بتاعتي. هعمل سلسلة بطول 20 سنتي او اكتر من 20 سنتي، لان السلسلة لما بتشتغل بتقل شوية، او لما هاجي ابتدي اعمل الشغل بتاعي هشوف اتأكد ان انا الشغل اللي انا عاملاه 20 سنتي. انا هعمل 20 سنتي سلسلة، وبعدين هاجي هشبكهم هنا في خط في المنتصف بتاع الوحدة هنا عندي. يعني هنا انا هنا كنت سايبة هنا عمودة هنا في المنتصف هنا، فهاجي هشبك هنا في الغرزة العمود دهوت من هنا في الاخر هنا هشبك فيها السلسلة بتاعة البونشو اللي انا هعمله دوت، او بتاع الكابيشون اللي انا هعمله ان شاء الله. ده العمود الاوسط هنا اهو يا جماعة، انا هشبك فيه بغرزة منزلقة. هعمل غرزة منزلقة عند العمود الاولاني كده عند الرقبة، وغرزة منزلقة هنا في عند العمود التاني كده، وبعدين هبتدي اشتغل على طول السلسلة أعمدة. هاخد فرع واحد بس من الأعمدة اللي عندي هنا من السلسلة، يعني خلاص هنا شبكت السلسلة اهي. فهاجي هنا أول سلسلة عندي هاجي أعمل أول عمود، هشتغل على فرع واحد هنا لأني هلف الشغل بتاعي بعد كده، وهعمل على الفرع التاني. فأنا هعمل ادي أول عمود، ادي ثاني عمود، وهكذا لحد ما أوصل لآخر غرزة عندي هنا. هنيجي عشان نشوف احنا هنعمل ايه في اخر غرزة هنا، او اول غرزة اول سلسلة موجودة عندي هنا. وصلت انا كده لاخر سلسلة عندي في مجموعة السلاسل اللي انا كنت عاملاها، اللي كانت السلسلة بتاعة البداية. انا هعمل هنا 6 عمود بلفة. ليه هعمل 6 هنا؟ انا عايزة اعمل دوران في الكابوشون من فوق، بحيث ان هو يتقبل ياخد الدوران بتاع الرأس بتاع الطفل اللي عندنا، اللي انا بعمل له الكابوشون او الطفلة. لما هعمل كده اولا هوسع الكابوشون من فوق، لان هو طبعا المفروض ان هو كل ما انت اتقدم لقدام من خلف الرأس للامام، من خلف الرأس للامام، ان هو المفروض ان الطول ده هو بتاع
الكابوشون بيزيد، فانا عشان ابقى حريصة على ان هو يزيد فهزوده، هبتدي ازوده من الخلف من هنا، من عند الرأس من فوق، من عند دايرة الرأس من فوق، وهعمله هنستخدم نفس طريقة بقى ايه الدايرة، اللي هي اول سطر انا هعمل 6 أعمدة. السطر التاني هعمل في كل عمود عمودين، ادي كده، ده كده 4، ادي كده 5، ادي كده 6. ادي هنا كده ده زي نص دايرة كده عملتها، وبعدين هبتدي ارجع تاني بقى. انا هعلم بالماركر هنا عشان خاطر برضو انتوا تعلموا، علشان خاطر ايه تبقوا ظابطين نفسكم ان ما تخلطوش 2 4 دي 6. ادي اول عمود من ال6 انا عاملة علامة عليهم قدام هنا. هبتدي بقى ايه ارجع تاني على السلسلة اللي هي بتاعت البداية دي. انا كنت اشتغلت على فرع واحد، هبتدي ارجع اشتغل، معلش عشان خاطر الخيط، الخيط اللي انا بشتغل بيه ده خيط مش مجدول، فتلاته ممكن ايه تعمل معايا. هبتدي بقى هنا، ادي اول عمود من الاعمدة بتاعتي، هبتدي اعمل فيه في الناحية التانية من السلسلة او الفرع التاني من السلسلة، هبتدي اعمل فيه في كل سلسلة من دولت، هرجع تاني اعمل عمود لحد لما اوصل للاخر هنا، عند اخر هنا سلسلة عندي، وهاجي هنا انا كنت عاملة في البداية هنا ادي السلسلة شبكة في العمود الاوسط، هسيب عمودين وهشبك في العمود، هدي 2 وهشبك في العمود التاني، وبعدين اعمل 2 منزلقة في الغرزة دي والغرزة دي، واعمل مجموعة أعمدة تاني لحد ما أوصل لل6 اللي أنا كنت عاملاهم دول، وهبتدي أعمل فيهم كل واحدة فيهم إيه بدل ما هم 6. لو انت شايفة ان 6 قليلين انت ممكن تعملي 7 مثلا، 7 أو حاجة، وترجعي تاني تعملي في كل برضو 2 في كل واحد من دولت 2، عشان نقدر ايه نكبر الدايرة بتاعتي، عشان لما يطلع يتقدم لقدام عند الرأس، عند الجبهة كده من قدام، هتكون ايه كبر عندنا الايه الكابوشون شوية. فطبعا احنا مش هنفضل نكبر في الدايرة كده فوريفر، ان احنا هنيجي نوصل لحد معين مثلا، وبعدين هنبتدي نشتغل من غير تزايد. انا وصلت هنا، خلصت السطر الاولاني وابتديت في السطر التاني فوق كل عمود عمود، ما عملتش حاجة يعني. لكن هاجي هنا في ال6 أعمدة اللي انا كنت عاملاهم قبل كده، هعمل فوق كل عمود عمودين. ودي هيكون التزايد. ممكن اعمل تزايد تاني، ممكن ما اعملش تزايد تاني، حسب ما هشوف شكل الكابوشون، لان انا هرجع تاني اعمل تزايد لما هوصل هنا للمنتصف هنا عند الكتف هنا تقريبا يعني، او هنا الحتة دي المفروض ان انا بعمل هنا، ارجع اعمل هنا تزايد هنا تاني، لان المنطقة بتاعت الرقبة هنا بتبقى اعلى، الرقبة مع الرأس، الرقبة مع الرأس بتبقى اعلى من المنطقة الخلفية بتاعة الكابوشون. فعشان كده احنا هعمل هنا تزايد واحد بس هنا في ال6 أعمدة دولت، وهرجع عشان هنرجع هنا نعمل هنا تزايد هنا تاني في المنطقة دي هنا وهنا، عشان يديني المنظر بتاع الكبشون. فهو نفس الكلام، هعمل هنا في كل غرزة من ال6 دولت هعمل فيها 2، فوق كل عمود هعمل عمودين ان شاء الله. وهرجع اكمل الاعمده كده، وهكمل بقى ايه الشغل بتاعي. هاجي هنا هسيب غرزة حشو وهنزل هشبك في غرزة الحشو دي، هعمل 2 منزلقة
في غرزة الحشو الأولانية دي وغرزة الحشو هنا التانية، وبعدين أرجع هنا أبتدي تاني أرجع أعمل الأعمدة بتاعتي. يبقى أنا بسيب غرزة حشو وبعمل في الغرزة اللي بعديها بسيب غرزة حشو وبشبك في الغرزة اللي بعديها، وهكذا إن شاء الله. أنا كده خلصت الكابوشون. هو هيكون بالصورة دهيت. ادي ده الخط بتاع الظهر من ورا، الرأس من ورا، وده القمة بتاعت الرأس من فوق، ده عند الرقبة من ورا، ده عند الرقبة من قدام، وده طبعا اللي هو مكان الوجه هنا. هنلاحظ ان احنا هنا هو زي ما احنا قلنا قبل كده ان انا هاجي عند المنتصف هنا، يعني هاجي اقسم انا هو كده ده النص بتاعه، هاجي اقسم النص بتاعه من هنا كده، من بداية من هنا من عند المنتصف دوت اللي هي المنطقة الأمامية دي. أنا شايفين أنا في هنا ابتديت أعمل عمودين في صف، وصف ما أعملش فيه تزايد، صف أعمل فيه عمودين، وصف ما أعملش فيه تزايد، لحد ما وصلت للشكل بتاعه اللي هو بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. بس انا لقيت هنا ان انا حسيت ان المنطقة دي صغيرة، يعني انا عايزة اكبرها شوية، فانا عايزة اكبرها، بس انا مش عايزة برضو في نفس الوقت ازود هنا شغل هنا في المنطقة دهيت. ليه؟ لان انا عايزة هنا لسه هعمل لها لون تاني، هجيب لها لون تاني اعمله لها زي كنار من فوق، برينتيشن في المنطقة دهيت. طب انا عشان عايزة اعمل الحكاية دي، وانا في نفس الوقت انا عايزة اكبر المسافة دي، لكن مش عايزة اعمل حاجة هنا، مش عايزة ازود هنا، فهعمل ايه؟ هاجي انا وصلت كده خلاص لاخر ما عملت الشغل بتاعي اهي، دي اخر شبكته هنا في الرقبة هنا. هجيب الفتلة بتاعتي زي ما احنا متعودين، انا بجيبها من قدام هنا، هعمل بقى غرزة منزلقة. ده اول عمود هنا، انا مش هحط الابرة في اول عمود هنا، الاولانية دي كده، ادي اول عمود انا هعمله على الفرع الامامي بس بتاع السلسلة. هعمل هنا غرزة كده منزلقة، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، وانا كنت عاملة هنا سايبة العمود الاولاني، يبقى دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، يبقى انا كده ايه، عملت اول خمس عندي هنا غرز منزلقة. هعمل 5 حشو، ادي واحد، انا بخش بقى تحت الفرعين هنا بتوع السلسلة، ادي اتنين، ادي تلاتة، اربعة، ادي 5. هعمل زيهم نص عمود. نص عمود انا بعمله ازاي؟ اخد لفة على الابرة، هخش فيه تحت الفرعين دولت، اخد لفة على الابرة واطلع، عندي 3 حلقات على الابرة، ادي واحد، ادي اتنين، ادي 3 حلقات عندي على الابرة، اخد لفة وهطلع منهم كلهم مرة واحدة. هعمل كده كام واحد، كام نص عمود؟ 5. يبقى ادي تاني واحد، ادي تالت واحد، ادي الرابع، ادي الخامس. هيبقى المنظر عندي كده زي ايه، زي المثلث اهو، طالع مفيش وكبر بالغرز الحشو، وبعدين غرز النص عمود، وبعدين هرجع اكمل بقى كل ده، هو هعمل الباقي هعمله عمود لحد لما اجي هنا في الجنب التاني، لحد ما هاجي في الجنب التاني هنا
هعد 15 عمود، ادي 2 4 6 8 10 12 14، ادي 15. بداية من العمود ده حط ماركر هنا، 2 4 6 8 10 12 14، ادي العمود نمرة 15. هحط هنا علامة. بداية من العمود ده هرجع اعمل بقى الحاجة العكسية. انا كنت هنا هكمل هشتغل هنا كل دوت اعمدة، هاجي هنا من اول 1 2 3 4 5، هعمل دول نص عمود. الخمسة اللي بعديهم هعمل غرزة حشو، وبعدين هعمل غرزة منزلقة ومش هوصلها للاخر هنا. انا كده خلصت السطر دهوت، ففاضل هنا بس الخمس غرز بتوع المفروض ان انا هعمل هنا 5 غرز منزلقة. انا هعمل بس يعني غرزتين. خدوا بالكم ان انا بشتغل على فرع واحد بس من ليه؟ لان انا هرجع اشتغل فيهم تاني، فعشان ما تبقاش يعني مرهقة ليا في الشغل، فبشتغل على فرع واحد بس عشان اقدر اشتغل في بقية في الغرزة نفسها. واجي هعمل تاني واحدة، يبقى كده انا خلصت. هدور شغلي بقى، هجيب الفتلة بتاعتي اهي من قدام لورا هنا، رجعتها تاني زي ما احنا متعودين. انا اول غرزة مش هعمل فيها حاجة، ادي اول غرزة دي اللي هنا دي اول غرزة انا مش هعمل فيها حاجة. انا هخش في الغرزة التانية ده هي في تاني واحدة، مش هشتغل في الاولى، هعمل في تاني واحدة برضو هشتغل في فرع واحد. الخمسة الحشو، انا ما انصحكوش يا جماعة بان انتوا تشتغلوا بخيط بالشكل ده هو حلو في التريكو. انا اشتغلته تريكو ما تعبنيش، لكن تعبني فعلا في ال الكروشيه. ادي اول حشو، ادي اول واحدة، ادي التانية. انا هاجي بقى فوق الخمسة النص عمود هعمل 5 حشو، ادي واحد، وهرجع اعمل بعد الخمسة النص عمود دولت اللي هعمل فوق منهم حشو، هرجع اعمل هنا 5 نص عمود، وهرجع اكمل عمود تاني لحد ما اجي اوصل الناحية التانية. طبعا انا هنا عندي 5، هنا كنت عاملة ادي 1 2 3 4 5، دول اللي كانوا منزلقة قبل كده. هعمل طبعا منزلقة فوق الخمسة اللي بعد كده، ادي 1 2 3 4 5، وبعدين هعمل 5 حشو فوق الخمسة نص عمود، وهعمل 5 نص عمود، 1 2 3 4 5 فوق فوق الأعمدة اللي موجودة عندي هنا. وهيبقى هي دي كده. هعلم هنا لما اجي ارجع، انا هبتدي هنا من ده البداية عندي من هنا، هرجع ابتدي من هنا تاني ان 5 نص عمود 5 حشو، وممكن مش هكمل بقى هنا تاني، او هعمل برضو 2 منزلقة، او كده خلاص كده هقفلها، بحيث ان انا يعني اكون كبرت الجزء العلوي بتاع الكابوشون، كبرته شوية. دي انا عملتها ليه؟ لان انا هنا حسيت ان المنطقة دهيت ان هنا دي تحت دي المنطقة دي صغيرة، فلما جيت هنا فوق طبعا الرأس من فوق بتبقى طويلة شوية عن منطقة عن الرقبة، فعشان كده انا زودت هنا. دي حاجة انا عملتها زيادة للي هم بيبقوا حابين ان هم يعملوا كابوشون، وبتبقى حردة الرقبة مش بتساعدهم، فعشان كده احنا بنبتدي بنشتغل بنرجع نشتغل تاني الجزء ده هو ازاي انت تطولي الجزء العلوي بتاع الكابوشون من غير ما تأثري على الجزء اللي هنا السفلي اللي عند حردة الرقبة. وهنكمل كده لحد ما نيجي بقى نشوف عشان ان شاء الله نشبك اللون التاني اللي احنا هنعمله عليه. وخلصت الفريم بتاع الكابوشون. اشتغلت غرزة حشو داير الكابوشون بالخيط الأزرق الزهري ده، وفوق منه عملت سطر حشو تاني بلون
جنجان، وبعدين عملت السطر الأخير بلون بنفس الخيط يعني، لكن غرزة الحشو المنعكسة. خدوا بالكم ان الغرزة دي بتعتبر زي برينتيشن برضو، بتبقى تخينة شوية عن بقية الغرز الحشو، وبتبقى متماسكة عنهم، وبتدي منظر جميل ليه. دككت اللي هي السطر بتاع الأعمدة دهوت، عملت كوردون باللون الأزرق، وهعمل هنا في الحرف هنا، يا إما تعملي كرة البونبون وتشبكيها هنا، أو مثلا تعملي وردة أو حاجة، أو قمع مثلا، حاجة كده تشتغلي حاجة زي قمع أو حاجة في الأواخر بتاعت، أو لو عندك حلية مثلا ممكن تشبكيها هنا في آخر الشريط بتاع في آخر الكردون. وطبعا احنا كده عملنا الاسورتين اهو. في الديل بقى احنا عملنا، اشتغلت برضو سطر حشو باللون الكحلي، وفوق منه سطر حشو تاني باللون الجنجان. المفروض ان انا ابتدي اعمل الفرنشة بقى اللي انا عايزة اعملها دهيت. الفرنشة دي طريقتها سهلة جدا، كل واحدة بتبقى ليها بغرزة لوحديها. يعني انا مثلا هخش هنا تحت السلسلة هنا، هاخد لفة على الابرة واطلع، هعمل غرزة الحشو عادي، هشد الفتلة كده عشان اثبتها شوية، وبعدين اطلع بيه الباكلة بتاعتي دهيت، اطلع بيها لفوق بحيث ان هي بنفس الطول بتاع الباكلات اللي جنب منها. واحدة كمان، فكل واحدة هتلاقيها منفصلة عن الواحدة عن الباكلة اللي جنبيها. دي احنا بنسميها فرنشة. ادي خدت لفة على الابرة، هطلع من تحت السلسلة وهطلع وهعمل لفة على الابرة، وهطلع بغرزة، اعمل غرزة حشو، وبعدين الباكلة اللي عندي دهيت انا مش هشبكها في الغرزة اللي بعديها، لا انا همدها لفوق وهعملها وهسيبها كده. بس واحنا بنشتغل حاولوا ان انتوا تخلوا الحلقة تقريبا طولها 1 سنتي، يعني تحطوا شريط القياس كده تلاقوها بيديلك 1 سنتي بالظبط. فحاولوا انتوا وانتوا بتعملوا الباكلة او الحلقة دهيت ان انتوا تطولوها شوية عشان يبقى ليها منظر. يعني لو انتوا قصيرة شوية هتبقى يعني مش حلوة قوي، فعشان كده طولوها شوية وخلوها حوالي طولها حوالي سنتي. طولها حوالي سنتي. فهنفضل كده لحد ما نخلص بقية الفرنشة اللي عندنا ان شاء الله. انا كده خلاص خلصت الديل بتاع البونشو كله بالفرنشة. حابة تعمليها كده اعمليها، مش حابة تعمليها ممكن تعمليها بغرزة الحشو العكسية اللي عملت بيها الكابوشون. ممكن حاجة تاني، لو انت حابة تعملي برينتيشن تاني ممكن ترجعي لأي فيديو انا كنت عاملاه قبل كده لأي فستان او جيبة، وتشوفي البرينتيشن اللي انا كنت ببقى عاملاه شكله ايه وتعملي زيه. هنا احنا قلنا ان لا، انا عايزة اضمن ان ده ما يتأثرش مع الحركة، مع الشد، مع اي حاجة، مع الغسيل. فعشان كده هنعمل حاجة جميلة كده ليه، كده حاجة بسيطة سهلة وبسيطة. هنشوف ايه هي كده. عندك حلين، اما ان انت تيجي بمكنة الخياطة بمكنة وتدوسي على السلسلة دي، وتدوسي على السلسلة دي بالمكنة، وفي الحالة دي طبعا هتثبتيها خالص ومش هيبقى فيه اي ازعاج. انت مش حابة ان انت الخيط بتاعك يبان من فوق،
تعالي بقى بإبرة وفتلة واشبكيهم في من ورا، شايفين؟ من عند اي حرف في من اي. تعالي بقى كده هتخشي بين الخيوط بالفتلة، طبعا فتلة خيط مناسب، لون مناسب، وتمشي على كل واحدة من دول، هتدخلي فيها الإبرة، هتمشي فيها عليها كده من فوق وتثبتيها جامد كده، شايفة؟ وهتثبتيها جامد. هتمشي كده على كل الخيوط اللي ورا. هتقولي ده تعب، ما هو تعب شيء طبيعي، ان اي حد لازم يتعب في اي شغل بيشتغله عشان يطلع الحاجة بتاعته لحاجة كويسة. شايفين؟ هتفضلوا كده، ممكن على فرع وفرع، مش هيفرق معانا كتير. هي المجرد ان انتي بس بتثبتي حاجة عشان ما تقدريش، عشان مع الحركة والفرك بقى بتاع الأطفال، ده حد كبير بتاع الغسيل، ما وتشديه كده وتظبطيه طول ما انتي شغالة. ادي كده. غرزة مكنة، غرزة سراجة، اي زي ما انتي شايفة ان انتي الملائم ليكي اعمليه، بس انا طبعا بفضل غرزة المكنة على اساس ان هي بتثبت الخيط ده نفسه، مش زي ما تشدي الفتلة مثلا تروح كله مشدود معاكي، لا دي كده بتخليها ثابتة معاكي. هتفضلي ماشية كده على طول الخياطة دهيت، او على طول، مع ملاحظ طبعا ان احنا زي ما قلنا كده هنشد ال- الباكلات دي او الحلقات دهيت عشان خاطر تبقى بالطول المناسب بتاعنا، انها شوية كده كل شوية هتريح. فانت لما تخيطيها الى حد ما هتثبتيها كده ومش هتخليها تفك كل شوية مني. فنخلص بقى كده اللف حوالين الداير بتاع البونشو ان شاء الله. وده الشكل النهائي للبونشو. عملت هنا كرة البومبوم في الكابوشون من ورا، ادي الكابوشون، ادي كورتين صغيرين عشان خاطر الربطة بتاعة البونشو، وادي ديل البونشو، ادي الاساور بتاعته، الاساور بتاعة البونشو. ده الصورة النهائية بتاعته. اتمنى ان هو ينال اعجابكم وتنفذوه ان شاء الله، ويكون خفيف بإذن الله عليكم. هو سهل جدا، غرزته سهلة جدا وجميلة جدا، و يعني مش هتاخد وقت وما بتاخدش خيط على فكرة. يعني ان شاء الله تكونوا تقدروا تنفذوه بسهولة وتلبسوه لأولادكم او لأحفادكم على خير وسلامة الحمد لله ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة، يا ريت دعم القناة عشان عدد الفولورز او المشاركين يزيد، وبالتالي اليوتيوب يقدر ينزل الفيديوهات اللي انا بنزلها لعدد اكبر من الناس. كمان ما تنسوش تدوسوا على علامة الجرس وتفعلوا زر علامة الكل عشان خاطر يوصلكم كل جديد بنزله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.